هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 7 من أكتوبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج تعليق على الحدث نقدم لكم تقريرا خبريا حول المؤتمر 11 للصحافة الاستقصائية والذي عقد مؤخرا في مدينة هامبورغ الألمانية. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. تزايد هروب الأطفال الإريتريين إلى إثيوبيا يسبب قلقا اجتماعيا واسعا. صحفيون إريتريون يسلطون الضوء على واقع الصحافة في إريتريا. خروج المنتخب الإريتري تحت 20 من الأدوار النهائية لبطولة سيكافا. وأخيرا نداء أمريكي لإبداء حسن النوايا في مفاوضات سد النهضة. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. في متابعة لإذاعة إرنا لظاهرة هروب الأطفال الإريتريين إلى إثيوبيا، قامت الإذاعة بإجراء تحقيق شامل بعض المهاجرين في إثيوبيا وإسرائيل. وأكد الأشخاص الذين التقت بهم الإذاعة بأن ظاهرة هروب الأطفال الإريتريين إلى إثيوبيا أصبحت تشكل هما كبيرا للأسر في البلاد. وقال هؤلاء بأن الأطفال يقولون بأنهم يريدون الالتحاق بأصدقائهم الذين سبقوهم في الخروج، خاصة الذين نجحوا في الوصول إلى بلد ثالث. أما العدد الأكبر من الأطفال فيقول أنه يهرب للالتحاق بأحد أفراد العائلة في الخارج. وشهدت السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا في أعداد الأطفال الذين يهربون من إريتريا من الفئة العمرية 12 عاما حتى 17 عاما. وكان تقرير المفوضة الخاصة لحقوق الإنسان في العامين الماضيين قد أشار إلى أن الظاهرة باتت تميز الهجرة الإريترية. وكانت بريطانيا قد سمحت لبعض الأطفال الإريتريين بدخول أراضيها من الأراضي الفرنسية بعد فترات طويلة من الانتظار في مدينة كاليا الحدودية. ولا زالت ظاهرة هروب الأطفال من إريتريا تؤرق بال المنظمات الإنسانية وأولياء الأمور في البلاد. ضمن فعاليات معرض مدينة جوتنبرغ السويدية السنوي للكتاب، والذي أقيم في الفترة من 26 حتى 29 من سبتمبر الماضي، قدم صحفيون إريتريون وبناء على دعوة من منظمة مراسلون بلا حدود مكتب السويد تنويرا في المعرض حول أوضاع الصحافة والصحفيين المعتقلين في البلاد منذ عام 2001. والمعرض الذي شاركت فيه 850 جهة مختلفة وزاره حوالي 100,000 زائر يعد المعرض الأكبر للكتاب في الدول الإسكندنافية. وأفرد المعرض مساحة للحديث حول واقع الصحافة والصحفيين المعتقلين في إريتريا منذ عام 2001. وتحدث في اللقاء الصحفي آرون برهاني نائب رئيس تحرير صحيفة سيتيت وزميل الصحفي السويدي من أصل إريتري المعتقل داويد إساق. وتحدثت كذلك الصحفية يرجع ألم في سهاية، والتي قضت 4 سنوات في معتقل ماسروا عن تجربة اعتقالها في السجون الإريترية. كما تحدث كذلك الزميل أمانئيل جرماي رئيس قسم الأخبار في إذاعة إرنا، متناولا الدور الذي تقوم به إذاعة إرنا في تقديم الأخبار والمعلومات خلال ال10 سنوات الماضية، ومقاومتها للتضليل الإعلامي والتعتيم الذي تقوم به الحكومة في إريتريا. وأعرب المشاركون في الختام عن تضامنهم التام مع الصحفيين المعتقلين في البلاد، ودعوا إلى الإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط. خرج المنتخب الإريتري لفئة 20 عاما، والذي كان مرشحا للعب المباراة النهائية في البطولة من الدور قبل النهائي بعد خسارته مساء يوم الأربعاء الماضي لمباراته أمام نظيره الكيني بنتيجة 1-0. وجاءت هزيمة المنتخب الإريتري المرشح للفوز بالبطولة بعد هروب 5 من لاعبيه ضمن الاستعدادات لمقابلة منتخب كينيا. وأكدت صحيفة مونيتور اللوغندية واسعة الصيت بأن اللاعبين ال5 هربوا من مقر إقامة البعثة الإريترية وطلبوا حق اللجوء لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وبهروب هؤلاء النجوم تضاءلت فرص المنتخب في الوصول إلى المباراة النهائية، خاصة بعد تشديد إدارة البعثة الحراسة على بقية اللاعبين وفرض رقابة لصيقة على تحركاتهم. وليست هذه المرة الأولى التي يهرب فيها لاعبون إريتريون، حيث فر 18 لاعبا من المنتخب الأول في عام 2012 في أوغندا نفسها. أما في عام 2015 في بوتسوانا فقد فر نصف أعضاء المنتخب. وكانت إريتريا قد علقت مشاركاتها في البطولات الإقليمية بعد سنة 2015. دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي كل من مصر وإثيوبيا إلى بذل الجهود للتوصل لاتفاق مستدام يحقق التنمية والاستفادة المتبادلة من سد النهضة. وجاء حث المسؤولة الأمريكية بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين، وذلك بعد رفض إثيوبيا لمقترح مصري حول الفترة الزمنية لملء خزان السد. وكان وزير الري الإثيوبي سيلاشي بكالي قد قال بأن المقترح المصري تم تقديمه ويتعارض مع الاتفاقات السابقة بين الجانبين. من ناحية أخرى، وصف خبراء استراتيجيون مصريون الموقف الإثيوبي بالمتعنت والمتجاهل للمطالب الحيوية لمصر في مياه النيل، بينما طالبت مصر تدخلا دوليا للوساطة بينها وبين إثيوبيا. بهذا الخبر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تزايد هروب الأطفال الإريتريين إلى إثيوبيا يسبب قلقا اجتماعيا واسعا. صحفيون إريتريون يسلطون الضوء على واقع الصحافة في إريتريا. خروج المنتخب الإريتري تحت 20 من الأدوار النهائية لبطولة سيكافا. وأخيرا، نداء أمريكي لإبداء حسن النوايا في مفاوضات سد النهضة. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. ونخصص حلقة اليوم لتناول المؤتمر الدولي 11 للصحافة الاستقصائية أو صحافة التحقيقات، والذي عقد في مدينة هامبورغ الألمانية في الفترة من 26 وحتى 29 من سبتمبر المنصرم. وشاركت في المؤتمر الدولي إذاعة إيرينا بدعوة من اللجنة المنظمة للمؤتمر، وفيما يلي عرض لأبرز مناشط هذا المؤتمر الدولي المهم. فأهلا وسهلا بكم. هذه إذاعة إيرينا. في البداية، من هي الجهة المنظمة لهذا المؤتمر؟ تنظم هذا المؤتمر بصورة سنوية منظمة اسمها الشبكة الدولية لصحافة التحقيقات، وهي منظمة أسسها الصحفيان برانت هوستون ونيلز مولفاد في عام 2001 في ولاية ميريلاند الأمريكية. وهي منظمة غير ربحية تعمل في تطوير صحافة التحقيقات عالميا، وهي تضم منظمات فرعية تحت جناحها مثل مركز التقارير الاستقصائية ومركز المحررون والكتاب الاستقصائيون وأكاديمية إنترلينك للحوار الدولي والصحافة والمركز العربي للصحافة الاستقصائية، والذي يتخذ من الأردن مقرا له. وهي منظمات تعمل جميعا في تطوير الصحافة الاستقصائية وصحافة التحقيقات. ويعنى هذا الفرع من الصحافة بكتابة التحقيقات وإعداد الأفلام والعمل على صحافة المعلومات، أي الصحافة المتخصصة في المعلومات خاصة الإلكترونية، والتي أصبحت تعرف لاحقا باسم داتا جورناليزم. وتعمل الصحافة الاستقصائية في تقصي ظواهر الفساد المالي والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وحركة رؤوس الأموال غير المشروعة وظواهر المماثلة، كما تهتم كذلك بتتبع انتهاكات حقوق الإنسان والتدمير المتعمد للبيئة والهجرة وكل الظواهر السالبة التي تؤثر على حياة الناس. ويمكن لهذه الصحافة أن تتحرى عن هذه الظواهر وتتقصى عنها وتنتج عنها مادة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ما هو المؤتمر الدولي للصحافة الاستقصائية؟ المؤتمر الدولي للصحافة الاستقصائية هو مؤتمر دولي تنظمه منظمة الشبكة الدولية للصحافة الاستقصائية والمنظمات المنضوية تحت جناحها، ويهدف المؤتمر عادة إلى جمع الصحفيين المتخصصين في الصحافة الاستقصائية وأساتذة الجامعات والمتخصصين لمناقشة سبل تطوير الصحافة الاستقصائية في العالم، وذلك عبر تبادل الخبرات والمعلومات وتقوية شبكات التعاون في هذا الفرع من الصحافة. في العادة يجمع المؤتمر ما يزيد عن 1000 صحفي من نفس التخصص، إضافة إلى مجموعة من الأكاديميين والعاملين في مجال منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجالات الإعلام والاتصال وحرية التعبير والتنمية البشرية. وتعقد المؤتمرات عادة برعاية مؤسسات مجتمع مدني كبرى ومؤسسات إعلامية ضخمة، إضافة إلى جامعات ووزارات معنية من عدة دول. وفيما يلي التواريخ والمدن التي عقدت فيها المؤتمرات السابقة المختصة بتطوير الصحافة الاستقصائية. عقد المؤتمر الثاني والثالث والأول في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في الفترة ما بين 2001 و2003، ثم استضافت أمستردام الهولندية المؤتمر سنة 2005، وعقد مؤتمر آخر في تورنتو بكندا في عام 2007، وفي مدينة ليلهامر النرويجية في عام 2008، وفي جنيف عام 2010، وفي كييف عاصمة أوكرانيا في عام 2011، وفي ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2013، ومرة أخرى في مدينة ليلهامر في عام 2015، وفي جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا عام 2017 و2018. بينما استضافت مدينة هامبورغ المؤتمر هذا العام، واستمر من الفترة من 26 سبتمبر وحتى 29 منه. هذه إذاعة إرينا. مؤتمر هامبورغ لهذا العام. أولا، تم تنظيم المؤتمر هذا العام في مدينة هامبورغ في شمال ألمانيا على الحدود مع الدنمارك، باعتبار أنها العاصمة الإعلامية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وفيها يوجد مقر مجلة دير شبيغل الشهيرة، وكذلك يوجد بها مقر مجلة شتيرن ذائعة الصيت، بالإضافة طبعا إلى العديد من الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون المحلي. وكانت الجهات المنظمة لهذا المؤتمر وهي الشبكة الدولية للصحافة الاستقصائية ومنظمة نتورك ريسيرش وأكاديمية انترلينك للحوار الدولي والصحافة. أما الجهات الراعية للمؤتمر فقد شملت مجلة دير شبيغل التي قدمت جزءا من قاعات مبانيها لتقديم المحاضرات، ووزارة الخارجية الألمانية، ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية الشهيرة، ومؤسسة فورد فاونديشن الأمريكية، ودويتش فيلا هيئة الإذاعة الألمانية، وجامعة هافن سيتي في هامبورغ، والتي قدمت قاعات محاضراتها للمؤتمر، والعديد من المنظمات الأخرى المشاركة، وهي منظمات شهيرة وغنية ولها باع طويل في العمل في مجالات التنمية الدولية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. فما هي المناشط التي اشتمل عليها المؤتمر؟ اشتمل المؤتمر، والذي يعد المؤتمر الأكبر ضمن المؤتمرات السابقة، بكونه يضم صحفيين من جميع أنحاء العالم وبعدد كبير تجاوز 1400 صحفي، ما عدا الأكاديميين والعاملين في المنظمات المعنية، واشتمل على 250 محاضرة وورشة عمل وجلسات مناقشة حول الصحافة الاستقصائية. وشارك في المؤتمر 450 من العاملين في منظمات المجتمع المدني. واشتملت الجلسات وورشات العمل على برامج في تمليك المهارات الأساسية للصحافة الاستقصائية. ثانيا، استخدام الأجهزة الحديثة في تعقب المعلومات وجمعها وتبويبها. كما اشتملت الورش على عدة جلسات حول الصحافة الاستقصائية في مجالات تعقب الفساد المالي وتعقب الممارسات الضارة بالبيئة وحماية الصحفيين والصحة العامة وبناء المعلومات وتبادلها ودعم وبناء الصحافة في المهجر ومساعدة المؤسسات الإعلامية الصغيرة.
ولم تشتمل المشاركة في هذه الورش على الصحفيين فقط، بل شملت كذلك المتخصصين في مجالات الإعلام والاتصال، إضافة إلى الخبراء العاملين في مجالات دعم منظمات المجتمع المدني. هذه إذاعة إرينا. مشاركة إذاعة إرينا في مؤتمر هامبورغ. ركزت مشاركة إذاعة إرينا الأولى في هذا المؤتمر الدولي للصحافة الاستقصائية على عكس الوضع العام لحرية الصحافة في إريتريا، إذ أن الأزمة في إريتريا هي أزمة حريات في الأساس، بما في ذلك حرية الصحافة والإعلام والعمل فيهما. بالطبع يشمل هذا الصحافة الاستقصائية بشكل خاص، لأن هذا القطاع في إريتريا غير موجود بسبب انعدام أجواء الحرية وعدم تمرس الكتاب الصحفيين فيه، وانعدام الوسائط التي يمكن النشر فيها، إضافة إلى تجريم هذا النوع من العمل الصحفي والحد منه بالتكتم على المعلومات. هناك محاولات في الخارج أو المهجر تحديدا للكتابة في الشأن الإريتري بشكل استقصائي، ولكن هذه المحاولات تنقصها الاحترافية والتأهيل اللازم، وتلازمها مشكلة انعدام المعلومات خاصة من الداخل. ثالثا، هناك مواضيع مهمة في مجال الصحافة الاستقصائية، ويمكن لحالة إريتريا أن تكون مجالا خصبا لهذا النوع من الصحافة. فهناك مثلا مواضيع الفساد في أوساط الفئة الحاكمة، ومواضيع انتهاكات حقوق الإنسان وبخاصة الصحفيين وسجناء الضمير، وهناك مسائل الهجرة، خاصة مسألة الإتجار بالبشر والجهات المستفيدة منها، سواء كانت جهات رسمية تابعة لدول أو أفراد أو عصابات جريمة منظمة. يضاف إلى ذلك مسألة الخدمة الوطنية والتخديم القسري للسكان. كل هذه المواضيع تشكل مصدرا غنيا للصحافة الاستقصائية في البلاد، وهو الأمر الذي أشرنا إليه في مشاركتنا في المؤتمر، حيث كان لإذاعة إرينا مشاركة في ورش العمل الخاصة بالصحافة في المهجر وتمويلها، وتحدثنا عن تجربة الإذاعة التي استمرت 10 سنوات. بعد ذلك شاركنا في ورش العمل الخاصة بالصحفيين الأفارقة وصحفيي الشرق الأوسط، وركزنا على التعاون المشترك، بينما شاركنا أخيرا في ورش المنظمات الدولية حول الصحافة الاستقصائية وكيفية تحقيق التعاون بين مختلف المؤسسات. ويمكن من خلال التقرير الذي قدمناه لكم تلمس التنوع التام لمواضيع المؤتمر الدولي للصحافة الاستقصائية وتعقد مواضيعه، وكذلك تلمس المشاركة الأولى لإذاعة إرينا، ونأمل أن تنعكس هذه المشاركة في خططنا البرامجية المستقبلية ونوعية البرامج الاستقصائية التي سوف نعمل عليها، إضافة إلى تنويع التناول خاصة في مسائل انتهاكات حقوق الإنسان والهجرة ومعاناة الإريتريين بشكل خاص في فرنسا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. اختتم المؤتمر يوم الأحد 28 من سبتمبر بحفل عشاء وحفل توزيع جائزة Shining Light أو الضوء الباهر، والتي تقدمها الشبكة الدولية للصحافة الاستقصائية، وهي جائزة تقدم للأفلام الوثائقية والكتب والمواضيع المهمة للصحافة الاستقصائية. وشاركت في المنافسات النهائية للأفلام الوثائقية كل من أوزبكستان وكينيا وبيرو والبرازيل والفلبين. وفاز فيلم المستفيدون للكيني جون آلين بجائزة هذا العام حول الأفلام التي تتقصى ظواهر الفساد، ويتناول الفيلم ظاهرة الفساد المالي في دولة جنوب السودان. وفي تصريح له لإذاعة إرينا قال المخرج جون آلين بأنه بدأ بمتابعة القصة بعد مقتل أحد زملائه الصحفيين والذين كانوا يتحرون حول موضوع الفساد في جنوب السودان، والفيلم باللغة الإنجليزية وجاء تحت عنوان المستفيدون أو Profiteers. هذه إذاعة إرينا. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تقريرا خبريا حول المؤتمر 11 للصحافة الاستقصائية، والذي عقد في مدينة هامبورغ في الفترة ما بين 26 و29 من سبتمبر الماضي، والذي شاركت فيه إذاعة إرينا، وعكست في هذا التقرير أهم برامج المؤتمر ومخرجاته.
وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم تذكيرا بأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تزايد هروب الأطفال الإريتريين إلى إثيوبيا يسبب قلقا اجتماعيا واسعا. في متابعة لإذاعة إيرينا لظاهرة هروب الأطفال الإريتريين إلى إثيوبيا، قامت الإذاعة بإجراء تحقيق شمل بعض المهاجرين في إثيوبيا وإسرائيل، وأكد الأشخاص الذين التقت بهم الإذاعة بأن ظاهرة هروب الأطفال إلى إثيوبيا أصبحت تشكل هما كبيرا للأسر الإريترية في البلاد. صحفيون إريتريون يسلطون الضوء على واقع الصحافة في إريتريا. ضمن فعاليات معرض مدينة جوتنبرغ السويدية السنوي للكتاب، والذي يقيم في الفترة من 26 وحتى 29 من سبتمبر الماضي، قدم صحفيون إريتريون وبناء على دعوة من منظمة مراسلون بلا حدود مكتب السويد تنويرا في المعرض حول أوضاع الصحافة والصحفيين المعتقلين في البلاد منذ عام 2001. خروج المنتخب الإريتري تحت 20 من الأدوار النهائية لبطولة سيكافا. خرج المنتخب الإريتري لفئة تحت 20 عاما، والذي كان مرشحا للعب المباراة النهائية في البطولة من الدور قبل النهائي بعد خسارته مساء يوم الأربعاء الماضي لمباراته أمام نظيره الكيني بنتيجة 1-0. وجاءت هزيمة المنتخب الإريتري المرشح للفوز بالبطولة بعد هروب 5 من لاعبيه ضمن الاستعدادات لمقابلة منتخب كينيا. وأكدت صحيفة مونيتور الأوغندية واسعة الصيت بأن اللاعبين ال5 هربوا من مقر إقامة البعثة الإريترية وطلبوا حق اللجوء لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. نداء أمريكي لإبداء حسن النوايا في مفاوضات سد النهضة. دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كل من مصر وإثيوبيا إلى بذل الجهود للتوصل لاتفاق مستدام يحقق التنمية والاستفادة المتبادلة من سد النهضة. وجاء حث المسؤولة الأمريكية بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين بعد رفض إثيوبيا لمقترح مصري حول الفترة الزمنية لملء خزان السد. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفي الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إيرينا.